التغييرات عملت دور مهم كابتن جمال. بالظبط، كان في حد سمع كابتن شاذلي بيقول التغييرات بس هو لا شاف الماتش ده قبل كده. الجول ده طارق، التغييرات طبعا عملت مباراه جميله، بقت مهارات ما بين مهارات وما بين اصرار على المكسب والمحافظه على المكسب وما بين كمان نادي الاتحاد. لعب المباراه كانت لذيذه قوي. الهدف ده مهم جدا جدا نتكلم عنه يا طارق. بص الضغط من شيكابالا، استاذ وليد اقف، المفروض بشماله يشيلها. اي جول في الدنيا يا باليمين يا بالشمال، اللي جاي له لعيب كبير زي شيكابالا بيتوقع. الهاني سليمان حب ما لقى شيكابالا جاي، حب يعمل حاجتين، في مسافه ما يا اما بينهم. يغزله ثانيه واحده بس. بص، يا اما يغزله يا اما يلعب الاطراف علشان ايه؟ يبقى هو عمل حاجه وشيكابالا جه عليه. لعب هاني سليمان لعب لنفسه اكتر، فراح موقفها اليمين وبرضه باصه. مع ان بص بقى ايوه، انا كحارس مرمى اباصي هنا في الحته دي وفي ضغط من نادي الزمالك جاي عليا، ولا شيل اطلع مره واحده وانا فرقتي ماشيه ولسه 1-0، انا فرقتي ماشيه مشيت. ده طبعا اتزنق فشاط اي كلام، فاخدها رزاق مهاره كويسه بقوه. يعني لسه ما ارتكزش على طبعا كان منتعش قوي ان هو عمل في شيكابالا كده ان هو قفا وبصاها، فبالتالي تسببت في الهدف الثاني. فرقته هدف. يعني هو كانوا قريبين جدا جدا من التعادل. احنا شفنا التصويرات بيقولوا 9، اي نعم مش كلهم كويسين، ولكن في حاجات جت في القائم وحاجات جت في العارضه واحد شال، وانما هو خسر فرقته علشان انا عايز اعمل حاجه مش طبيعيه بالنسبه لحارس المرمى. فده هدف طبعا جيد جدا من رزاق، وخطا كبير جدا هو مسؤول على الهدفين الهاني سليمان.